محبين الأكلات السريعة والسندويشات الغريبة، اليوم سويت لكم البوريتو المكسيكي بنكهات يونانية. الأكلة هاي إدمان يا أخوان، وبصراحة أرخص وأطيب من المطاعم بهواية. وأصحاب العوائل أكد لكم إنه أولادكم راح يحبون هاي الأكلة. بس قبل لا نبلش، ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نوي، لا تنسون تشتركون بالقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. على مود نسوي أكلتنا اليوم راح أجيب راسين فلفل حار ألوان وأقطعهم دوائر، اللي ما ياكل حار يقدر يستعمل بابريكا، ونجيب مقلاة ونخلي بيها شوية زيت ونضيف الفلفل فوقها. أهم شي نخلي الفلفل قبل لا الزيت يحمى، ونضيف فوقها سنين ثوم ونقليهم مدة نص دقيقة. أهم شي يبقى الفلفل محتفظ بلونه. وبعدها أجيب إيد الهاون، وإذا ما عندك إيد الهاون تقدر تستعمل الهاند بلندر. أهم شي نطحنه كل زين. إذا سويته بالهاند بلندر راح تعطي قوام كريمي، بس بإيد الهاون راح تبقى بيها قطع صغار، أنا بالنسبة لي أفضلها أكثر. ونضيف فوقها شوية زيت الزيتون ونرجع نخلطه بإيد الهاون لما ما يصير عندنا الخليط شوية ناعم. بعدها راح نحتاج جبنة كريمية مالحة، أنا استعملت هنا جبن الفيتا اليوناني. إذا ما متوفر عندك تقدر تستعمل أي جبن مالح، واستعمل كمية بقد كمية الفلفل والثوم اللي قليناهم. لاحظ عزيزي المشاهد، شنو النوبة ظليت صافن من الصدمة. عافية فيديو ما صورت لي فيديو إذا ما صارت لي كارثة. النوبة تعال طلعها، شي نزلني جوا يا باوة، تعال فوت جوا الميز. يلا ما حد شاف، جبنا قالب جديد. لا توقع فدوى واروح لك، فشلتونا انت وخوانك قدام العالم. يا عافية حباب. ونجيب ليمونة ونقسمها نصين وناخذ بس نص ونقصره على الخليط مالتنا، واللي يحب الاكل الحامض يقدر يزيد. وشوية من قشر الليمونة نبرشه فوقها. طحنا شوية ونخلي فوقها ملعقتين لبن وشوية خضروات مجففة. ما عندك مجففة تقدر تخلي فريش، كله يمشي. ونخلطهم كل زين، وهيك صوصتنا صارت جاهزة. بعدها نقطع بصل شرايح رفاع، وقطعة لحم قطعتها إلى شرايح رفيعة. أهم شي تستعملون قطعة بها شوية دهن، وسنين ثم نقشرهم ونكبسهم بإيدنا أو بالسكينة. بعدها نحمي مقلاة ونضيف عليها شوية زيت، لا تكثرون هواية، ونضيف الثوم فوقها. وبس الثوم ينقلي نضيف البصل واللحم فوقها ونقليهم على أعلى درجة حرارة، ونضيف لهم فلفل أسود وملح بس لا غير، بهارات ما نستعمل. ومن بعد ما استوى اللحم عندنا نخليه على صفحة، ونجيب طماطم ونقطعها شياف. وكون اليوم مسوين أكل مكسيكي فأكيد راح نستعمل الأفوكاتو، ونقطعها شياف ونخليها على صفحة. ونجيب خبز التورتيلاس اللي راح نستعمله ونضيف له من الصوص اللي سويناه فوقها شرايح الطماطة ورمان. ولا تستغرب لأن الرمان حامض حلو راح يعطي أكلتنا نكهة كلش طيبة. وأضيف اللحم فوقها، وحاولوا لا تكثرون من المواد على مود الخبزة لا تخرب من تلفوها. وفوقها قطع الأفوكاتو. وأخيرا نلف الخبزة، ونحاول نلف الخبزة بإحكام على مود ما تنفتح ويانا لما نشويها. بعدها نجيب مقلاة ونخلي عليها شوية زبد، ونخلي البوريتو فوقها ونمسحها بهالطريقة على مود الزبد يصير على كل الخبزة، ونشويها على كل الاتجاهات لحد ما يصير لونها ذهبي بهالشكل. ونقطعها بسكينة حادة نصين، ونضيف أي صوصة تعجبنا فوقها. أنا استعملت هنا سيراتشا صوص، وللديكور استعملت رمان. الرمان كلش حلو بتزيين الصحون. وشوية من الصوص اللي سويناها للي يحب يغمس، وفوقها قطعة افوكاتو. وهيك صحنا خلص. ليناهم هم الريحة معططة. نشوف الطعم الله يستر. فوكس يو بيبي يو، خليه نلتهي. تفوز نكهات تفجرت هسه بحقي. الرمان، الصوص، اللحم، كل واحد بصفحة. هذا الرمان كلش طيب. يلا سوق الأكلة الثانية لذيذة، خلصت بسرعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون المتابعة على مود توصلكم الفيديوهات الجديدة. كان معكم الشيف نوي، واستوى ما يستوي.